حال بدري تزيد برشلونة قلقا قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد. تلقى نادي برشلونة بعض الأخبار السيئة خلال تدريبات يوم الجمعة في المدينة الرياضية، حيث شعر بدري بانزعاج عضلي مرة أخرى من المحتمل غيابه لفترة كبيرة عن الفريق الكتالوني. أكدت التحديثات الأخيرة بأن إصابة بدري نجم خط وسط برشلونة لن تجعله يغيب عن الكلاسيكو يوم الأحد فقط، بل لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع إسبانيا ضد النرويج وأسكتلندا، وهناك شك كبير في لحاقه بمباراة العودة من نصف نهائي الكاس أمام ريال مدريد أيضا يوم 5 أبريل القادم. تدرب بدري بشكل جيد يوم الخميس وأجرى التدريبات بشكل طبيعي، وكانت الأحاسيس إيجابية، لكن اللاعب كان لديه شعر مختلف في تدريبات الجمعة ولم تستجمد ساقه اليمنى كما هو متوقع، واضطر للانسحاب من التدريبات. حال بدري قد تجعله يغيب عن كلاسيكو الكاس أيضاً. أكدت صحيفة سبوت أن بدري سيضطر إلى ممارسة التعافي ببطء خلال فترة التوقف الدولية، سيستمر في علاج محدد لجعله قادراً على المشاركة أمام الريال في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الملك. Just know we could cut that off again too. Sparkle up the wrist, now that's a big move. Things going my